السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض اكله محشي مشكل بتنجان وكوسه وبصل وفلفل. يلا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. متنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لايك. نسمي الله ونبدا. المقادير: معانا كوسه طبعا منضفينها ومقورينها، معانا بتنجان ومعانا فلفل ومعانا بصل، معانا الرز هنحط بقدونس وشبت، معانا بصل مقطع حوالي بصلتين كبار او 3، معانا طماطم معصورة، معانا الثوم مكعبين مرق، ملح، فلفل، كمون، معلقة صغيرة قرفة، معلقة شطة، معلقة كبوسيني. سخن الزيت، ننزل بالبصل نقلبه، مش عايزينه يغمق قوي بس على الاقل البصلة تستوي. هننزل بعد كده عليها بالبقدونس والشبت. البقدونس والشبت ما يستناش كتير عشان ما يغمقش، بنقلب بس تقليبه واحده وننزل بالعصير الطماطم. ننزل بقى بعصير الطماطم، طبعا عصير الطماطم هنحط نصها ونصها هنسيبه نحطه على المحشي بعد ما يخلص مع الشوربه. هنحط البهارات كلها وهنفرك مكعبين مرق. الثوم هنسيبه للاخر بعد الصلصه دي ما تتسبك شويه، هو وكمون بس. هنقلبهم بقى ونسيبها تتسبك شويه كده. اتسبكت وتقلت، الثوم هندعك معاه كمون وننزل بيه على الصلصه. هتغلي غلوه وبس، ونغسل الرز وننزل عليه بالصلصه دي عشان نبدا بقى نحشي المحشي. نبدا بقى ان احنا اوريكم بس نحشي واحده بس. الكوسه بتحشي ازاي؟ ما تملاش لاخرها، بتسيب جزء كده فاضي عشان طبعا الرز هيستوي وهياخد مساحه. نفس الحكايه الفلفله. البصل بقى بنقطع بصله من فوق ومن تحت، بصله تكون كبيره، وبنشقها من الجنب لغايه النص وبنسلقها في الميه حوالي 10 دقايق. بعد كده نطلعها نسيبها تبرد ونفكك بقى حلقات البصل من على بعضها ونبدا نحشيها. هعملها لكم ان شاء الله مره لوحدها، محشي كوسه محشي بصل لوحده عشان تعرفوا بتعمل ازاي من اوله. يعني دي بقى الورقه اللي احنا فكيناها من بعض كده نحشي فيها، بيبقى تحفه وطعمه روعه روعه، بتلف ما بياخدش وقت، بيبقى شكلها حلو جدا وطعمها فظيع تحفه. لو جربتوها بجد مش هتبطلوا تعملوها. بس كده خلصنا المحشي كله اتحشى. نعمل بقى الطماطم اللي هي بقية الطماطم اللي احنا عينينها مع شوربة. لازم نحط طبق كده نكبس بيه الحلة علشان الرز ما يخرجش بره ويستوي بسرعة. بعد ما يغلي ونصب عليه بقى عصير الطماطم والشوربة وتغلي زي ما انتم شايفين كده. بعد ما تغلي وتخش في السوا نبدأ نشيل الغطا من عليها للطبق ونسيبها تكمل سواها على النار ونوطي النار خالص. بعد كده نسخن معلقتين 3-4 معالق زيت ومعلقتين سمنة نقدحهم عليه ويبقى بالشكل الجميل ده. نسيبه 5 دقايق بعد ما يقدح وبعدين نغرفه وبألف هنا.